اوعى. احسن قرار اخدته بحياتي هو اني اخترت اسكت. انا مش محتاجة اثبت لحد اي شيء، ولا احاول اقنع باني شخص كويس او حلو. مش مضطرة، ولا عاوزة اصلح اي شيء انا ماليش ذنب فيه، ولا هقعد احارب عشان حد يعرف قيمتي. طاقتي اغلى من اني انا اقعد اضيعها على ناس عاملة نفسها مش فاهمة. شخصيتي الجديدة غير. انا مش هقول لحد انا اسفة، مش عاوزة خالص. انا ناس كتير غلطت في حقي، انا محدش قال لي انا اسف على غلطات في حقي. مش مضطرة اقول انا كمان. انا ضيعت من عمري كتير، يمكن 13 سنة عمالة ادور واجري ورا ده شوية ورا ده شوية. طب ليه كل ده؟ عشان بس يكون حواليا ناس واعيش مع ناس بيتكلموا في ظهري، او اول ما اقفل مكالمة او اقفل باب مثلا يتكلموا على طول. طب ليه؟ عشان بس اعيش في لمة كدابة او اقعد في قاعدة كدابة ما اكتسبتش منهم غير التوتر. بس خلاص انا اتغيرت دلوقتي، اعتزلت. ايوه اعتزلت. اعتزل ما يؤذيك. وحاليا بعالج نفسي من التوتر. سلامي النفسي اهم من اي شيء، ودلوقتي بدأت ارتاح. طيب ازاي؟ مفيش حد مرتاح اصلا في الدنيا لما ما تحطيش يا حلوة الناس في حساباتك. ايوه، انا كانت زمان كل اللي في دماغي ده وده، وده هيقول عليا، وده هيعمل عليا، وده هيبص لي نظرة وحشة، وده مش عارف ايه، وده ايه، وده ايه. لا، مادام انا ما بعملش حاجة غلط، ما بعملش حاجة تغضب ربنا، وكل ما انا بعمل اي تصرف ربنا هو اللي قدامي قدام عينيا، يبقى خلاص انتي صح، ما بتعمليش حاجة. يبقى ليه تحطي الناس في حساباتك؟ هتتعبي شوية عبال ما تتعودي، بس صدقيني هتلاقي الراحة. ما تحاوليش تعرفي حاجة عن حد، ولا حد يعرف حاجة عنك. بالصدفة عرفتي، أهلا وسهلا، وخليكي سطحية خالص. تاني حاجة وأهم حاجة، حب الخير لغيرك، هتلاقيه بيعم عليكي. صدقيني هتلاقيه بيعم عليكي في كل حاجة. يعني مثال، لو واحد جاب بيت اتمني له الخير، اتمني له ان هو يقعد فيه مرتاح ومبسوط، هتلاقيها بتعم عليكي بأزيد. وانتي ماشية في الطريق لقيتي عربية جميلة عجباكي، قولي تبارك الله ما شاء الله، ربنا يكفيك شرها. هتلاقيها بتعم عليكي باللي احسن منك. ربنا ما انعمش عليكي بالاطفال وشفتي طفل جميل، قولي ما شاء الله تبارك الله، وانتي قلب صافي ونقي، هتلاقي ربنا هيعم عليكي. ولو ما رزقكيش بحاجة زي كده، يبقى اكيد ربنا كاتبلك برزق اكبر من ده بكتير. دايما تحطوا في بقكم ما شاء الله، الله اكبر، تبارك الله، دايما كلمة الله في بقكم. صدقوني انا بدأت اعمل الحاجات دي بقالي فترة، وحسيت براحة كبيرة جدا. وكمان هتحسي بالرضا. الناس اللي تعبانة من قلة الرضا هتحسيها بجد. ربنا يريح بالكم يا رب.